السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بأبنائي وبناتي طلبة وطالبات الصف الخامس الابتدائي، ومعادنا مع الوحدة الثالثة وهي بعنوان عادات وسلوكيات. دروس الوحدة يا ولاد: الدرس الأول نصوص الاعتدال في الإنفاق قرآن كريم، الدرس الثاني تربية الدواجن قراءة، الدرس الثالث نص التسامح والعفو للشاعر أحمد الكاشف. الدرس الأول نصوص الاعتدال في الإنفاق هو قرآن كريم من سورة الإسراء، الآيات من 26 ل 30. طيب، الاعتدال في الإنفاق يعني إيه يا ولاد؟ الاعتدال يعني التوسط في الادخار. الإنفاق اللي هو الادخار، التوسط يعني إيه؟ إن أنا أكون متوسطة، لا أنا أكون مبذرة جدا، لأن ربنا شبه المبذرين بإخوات الشياطين، ولا أكون بخيلة شحيحة، لا، خير الأمور الوسط، خير الأمور الوسط. معايا نشوف مقدمة عن النص. الإنفاق في سبيل الله من أعمال الخير التي تزيد من الروابط الاجتماعية بين الناس، لذلك حث الإسلام على الالتزام بالإنفاق في مساره الصحيح والاعتدال فيه، وعدم التبذير أو التقتير. التقتير اللي هو البخل يا ولاد. معايا بقى، ردد ورايا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. صدق الله العظيم. معايا يا ولاد هناخد أول آيتين. أول فكرة: دعوة إلى الإنفاق في سبيل الله والنهي عن التبذير والإسراف. أول آيتين يا ولاد الآية 26 و 27: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. مع بعض اللغويات: آتي يعني اعطي والعكس خذ، ذا يعني صاحب وجمع ذوي، القربى لصلة القرابة، صلة القرابة، المسكين الفقير والمحتاج والعكس والجمع مسكين مساكين، ابن السبيل المسافر الذي انقطع عنه الطريق، تبذر تسرف والعكس تبخل أو تقتر، المبذرين المسرفين، إخوان الشياطين أمثالهم في الشر، وأخ ومفردها أخ، ومفرد الشياطين الشيطان. طيب، الشرح يا ولاد: يأمرنا الله بصلة الأرحام والتصدق على المساكين وأبناء السبيل، كما ينهانا عن التبذير في غير حق ويصور المبذرين بالشياطين في الإفساد. يبقى احنا هنا يا ولاد في أول آيتين ربنا بيأمرنا بشيء وبينهانا عن شيء. بيأمرنا بصلة الأرحام، لازم ان احنا نصل صل رحمك، لازم نزور قرايبنا، لازم ما نقطعش الود ما بيننا وما بينهم. والتصدق على المساكين، يعني انا لو معايا وكده، التصدق ده حاجه جميله جدا، يعني دايما يقول لك داووا مرضاكم بالصدقه. التصدق ده شيء جميل جدا. وابناء السبيل كما بينهانا عن ايه بقى؟ الله سبحانه وتعالى ينهانا عن ايه؟ ينهانا عن التبذير في غير حق، ينهانا عن التبذير في غير حق. يعني ايه يا ولاد؟ يعني ما اصرفش فلوسي في اي شيء كده ملهوش هدف، ملهوش معنى، ملهوش فايده. خلاص، يبقى ينهانا الله عن التبذير في غير حق ويصور المبذرين بالشياطين في الافساد. يبقى بيصور المبذرين بالشياطين في الافساد. طيب، مواطن الجمال: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. ده اسلوب امر للنصح والحث على الإنفاق على الأقارب والفقراء وابن السبيل.
ولا تبذر تبذيرا، ده اسلوب نهي للتحذير من انفاق المال في غير حق. يبقى انا عندي في الايه اسلوب امر واسلوب نهي. واتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، ده اسلوب امر للحث والنصح. طب ولا تبذر تبذيرا، ده نهي، اسلوب نهي للتحذير عن انفاق المال في غير حق. ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين، ده تعبير جميل يا ولاد، يصور الذي ينفق ماله في غير حق بالشيطان، الذي ينفق ماله في غير حق بالشيطان. وكان الشيطان لربه كفورا، تحذير من متابعة الشيطان والتشبه به في الفساد. يبقى ربنا بيحذرنا وكان الشيطان لربه كفورا، كافر، فربنا بيحذرنا من متابعة الشيطان والتشبه به في الفساد. المناقشة يا ولاد. أول سؤال: بما أمرنا الله في الآية السابقة وعن أي شيء نهانا؟ يبقى الإجابة يا ولاد: يأمرنا الله تعالى بصلة الرحم والتصدق على ذوي القربى والمساكين وابن السبيل، كما ينهانا عن التبذير بإنفاق المال في غير حق. السؤال الثاني: ما وجوه الإنفاق في سبيل الله كما جاء في الآية الكريمة؟ يبقى أوجه الأنفاق التي جاءت بالآيات الكريمة يا ولاد هي إيه؟ مساعدة وإعطاء الأقارب والمساكين وابن السبيل. طيب السؤال الثالث: بما شبه الله تعالى المبذرين؟ بأنهم إخوان الشياطين. معايا الفكرة الثانية يا ولاد اللي هو إيه؟ بعنوان اللطف في رد المحتاج والسائل بالقول اللين. الآية 28: وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. اللغويات: تعرضن تبتعدن، والعكس تقبلن. ابتغاء طلب، ترجوها تطلبها، قولا ميسورا قولا لينا طيبا. طيب الشرح يا ولاد يعني: وإذا لم يكن معك ما يمكنك من مساعدة محتاج أو إعطاء سائل فيجب أن يكون امتناعك بلطف داعيا لهم بالتفريج عنهم. يعني أنت دلوقتي جالك سائل عاوز منك مساعدة، أنت مش معاك، تعمل إيه؟ مثلا تبصله بنظرة مش كويسة، أو تحسسه إن هو قليل قوي، أو تزعق فيه وتقول له امشي من هنا. لا طبعا، لا، يجب أن يكون امتناعك بلطف داعيا له بالتفريج عنه. يعني مثلا الله يسهل لك. معايا؟ طيب المظاهر الجمال يا ولاد: فقل لهما قولا ميسورا، ده أسلوب أمر للحث على اللين في القول وحسن المعاملة. فكل ده أسلوب أمر للحث على اللين في القول وحسن المعاملة. طيب المناقشة: ماذا تفعل إذا سألك سائل وليس معك ما تعطيه له؟ هتعمل ايه؟ ارد بلطف وقول لين وادعو له بالتفريج عنه. طيب الفكره الثالثه يا اولاد اللي هي بعنوان اهميه الاعتدال في الانفاق بالقول اللين. الايتين 29 و30: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. اللغويات يا ولاد: مغلولة إلى عنقك معناها تبخل وتمسك عن الإنفاق. مغلولة إلى عنقك دي يعني أنت تبخل وتمسك عن الإنفاق. تبسطها تنفق دون حساب. ملوما نادما. محصورا حزينا. يبسط الرزق يوسع الرزق. يشاء يريد. يقدر يضيق، والعكس يوسع. خبيرا عليما بكل شيء. بصيرا عليما بحقائق الأمور. الشرح يا ولاد، شرح الآيتين: تنهانا الآيات عن البخل وتصور من يبخل بالذي ربطت يداه إلى عنقه، ويجب على الإنسان عدم الإفراط حتى لا يندم على ذلك، والله يعطي لمن يشاء ويضيق على من يشاء. مواطن الجمال: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، ده تعبير جميل بيصور من يبخل بمن ربطت يده إلى عنقه فلا يحركها. لا تجعل، ده نهي، اسلوب نهي للتحذير من البخل والشح. ولا تبسطها كل البسط، ده نهي للتحذير من الافراط في الانفاق. ان ربك يبسط الرزق لمن يشاء، ده اسلوب مؤكد بان. يبسط ويقدر، ده بينهما تضاد يوضح المعنى ويقويه. انه كان بعباده خبيرا بصيرا، ده اسلوب مؤكد بان وتعليل لما قبله، تعليل لما قبله. طب المناقشه يا ولاد: أول سؤال: لماذا نهى الله عن الإسراف؟
لأن الإسراف مضيعة للمال ويؤدي بصاحبه إلى الندم والحسرة. يؤدي بصاحبه إلى الندم والحسرة. طيب لماذا يبسط الله تعالى الرزق على من يشاء ويضيقه على من يشاء؟ يبقى يوسع الله تعالى الرزق لمن يشاء يا ولاد ويضيقه على من يشاء ليكون ذلك اختبارا للناس، فيختبر الفقير في الصبر والغني في الشكر. يختبر الفقير في الصبر والغني في الشكر. طيب ما الحكمة من إغناء بعض الناس وإفقار الآخرين؟ إيه الحكمة يا ولاد إن ربنا بيغني، يعني بيجعل ناس تبقى أغنياء وناس تانية فقيرة؟ يبقى ده طبعا السؤال دوت برضو إجابته ليختبر الفقير في الصبر والغني في الشكر. ليختبر الفقير في الصبر والغني في الشكر. طب وبكده يا ولاد وصلنا لنهاية درسنا، أرجو أن انتوا تكونوا فهمتوا.